بيقولوا ان الجعان هياخد من الزمالك 40 مليون جنيه. مين اللي قال كده يا جماعه؟ مهيب الاقرع. مهيب الاقرع اللي كل اخباره اخبار فيك بنسبه 100%. طلع يقول لك ان قرار المحكمه بتعويض زيزو بقيمه 40 مليون جنيه. طيب زيزو كان طالب كام؟ كان طالب 80 مليون جنيه قيمة عقده. طبعا زيزو الجعان واخد العقد وبنود العقد بتتكتب تحت في الشروط، فعايز العقد مرتين. فالمحكمة حكمت مش بال80 بقى اللي هو طالبهم، لا خلاص هنراضي الطرفين وهنخليها 40. ايه الفجر ده؟ إيه الضحك اللي مقدمه الاقرع ده؟ مهيب الاقرع اللي كل قراراته وكل اخباره فيك وكذب 100%. طالع بيدينا هبده من هبداته المستمره على قناه ام بي سي. المفروض قناه محترمه وقناه بتقدم محتوى يعني يكون مناسب، ومحتوى يكون يحترم عقول المشاهدين. ولكن الاقرع مصر ان هو يعني يعمل استفزاز لجمهور الزمالك الفتره الاخيره. رحيل الفاشل حسين لبيب، دي كانت طلبات جماهير الزمالك بسبب المشاكل والصعوبات المادية اللي بتقابل نادي الزمالك. الزمالك لحد دلوقتي مش قادر يحل المشاكل المالية. موضوع يا جماعة بيقول الزمالك هياخد قرض، القرض اللي عمره ما كان حل لأي أزمة مالية. ودائما ما يسجل الزمالك اليوم اعتراض على فكرة القرض. كشف مصدر داخل نادي الزمالك لقناة بانوراما الحياة عن وجود صعوبات قانونية تواجه إدارة النادي في الوقت الحالي، تحول دون إمكانية الحصول على قرض مالي جديد لتجاوز الأزمة المالية الحالية. القرض اللي عمره ما كان حل لأي أزمة مالية. وأوضح المصدر أن اللائحة الجديدة وضعت ضوابط صارمة تتعلق بآليات الاقتراض، وتتطلب موافقات متعددة من الجهات الرقابية والاتحادات الرياضية قبل إتمام أي إجراء مالي من هذا النوع. وأشار إلى إدارة الزمالك كانت تدرس مؤخرا فكرة الحصول على قرض قصير الأجل للمساهمة في تسيير الأمور المالية للنادي وسداد بعض الالتزامات العاجلة، إلا أن تلك الخطوة أصبحت معقدة في ظل القيود القانونية الحالية. وأكد المصدر أن النادي يبحث الآن عن بدائل تمويلية أخرى من خلال رعاة جدد أو عقود تسويقية تساعد على تخفيف حدة الأزمة دون مخالفة اللوائح المنظمة. طبعا يا جماعة كارثة في موضوع الزمالك مش قادر يحل أزماته مع حسين لبيب الفاشل. حسين لبيب اللي ما قدمش أي حاجة مع نادي الزمالك من أول ما جه. كل اللي بيقولوه ان احنا كنا شايلين التركه وسايبين التركه كبيره وبدانا نسد. يا جدعان انتوا ما عملتوش حاجه. انتوا متخيلين ارض الزمالك لحد دلوقتي مش قادرين ترجعوها؟ انتوا متخيلين ان الزمالك ينسحب من بطولة افريقيا لكرة اليد؟ يا شوية فشلة. انا ما شفتش الزمالك في الانهيار ده قبل كده. ايام مرتضى منصور لما كنا بنقول العزبة ونقول يعني مرتضى منصور مبوظ النادي، عمره ما وصل المرحلة اللي شوية الفشل دول وصلوا لها. يا جماعة الزمالك بيمر بأزمة مالية طاحنة لدرجة ان بعض الاعضاء طالبوا الجماهير بلم تبرعات. انا اسف جدا، انا لو معايا 5 جنيه اروح اتبرع بيها لواحد فقير، مش هروح اتبرع بيها للعيبه بتاخد بالمليارات وبياخدوا بالملايين ومش عاجبهم. يا جماعه اللي بيحصل في نادي الزمالك الفترات الاخيره لابد من محاسبه المسؤولين. حسين لبيب لابد من رحيله عن مجلس الاداره بالكامل. احمد حمدي يشترط لتجديد عقده مع الزمالك. ينتهي عقد الله اللاعب مع الفارس الابيض في نهايه الموسم الحالي وسط حاله من الترقب بشان مستقبله. اوضح الاعلامي جمال الغندور الحكم الدولي السابق ان لاعب الفريق الاول القروي في النادي احمد حمدي اشترط حصوله على فرصته الكامله خلال الفتره القادمه، وتابع المشاركه اساسيا من اجل تحديد عقده مع الزمالك. واللاعب يرحب بالتجديد ولكنه لم يتلقى حتى الان اي اتصالات من مسؤولي القلعه البيضاء. واضاف من اجل فتح ملف التجديد وينتهي عقد اللاعب مع الفارس الابيض في نهايه الموسم الحالي. طبعا يا جماعه احمد حمدي عنده استعداد يجدد، ولكن فين الفلوس مع شويه الفشله اللي ماسكين نادي الزمالك؟ شويه مش قادرين حتى يدوا اللعيبه اللي موجوده مرتباتها. اللعيبه من 3 شهور ما خدوش المرتبات بتاع الموسم اللي فات والموسم ده. يعني يا جماعه كوارث بالجمله في اداره نادي الزمالك الفترات الاخيره. محدش هيجدد مع الزمالك حتى لو قابل او عنده يعني نيه للتجديد الا لما يسوي كل مستحقاته المتاخره. محدش هيجدد مع الزمالك وهو مش واخد فلوسه اللي قبل كده. الطبيعي والمنطقي ان انا اقفل الحساب القديم وبعد كده افتح بقى موضوع التجديد. ولكن مع المجلس الفاشل ما عندهمش اي فكره عن الاداره سوى تدمير نادي الزمالك.
جمال حمزة لاعب الزمالك السابق يفتح النار على يانيك فيريرا، لا يصلح لتدريب الزمالك. فيريرا الذي واجه عاصفة انتقادات بسبب وضع الفريق. انتقد جمال حمزة البلجيكي معتبرا انه لا يمتلك المقومات التي تؤهله لقيادة فريق بحجم وجماهيرية نادي الزمالك. اطلق جمال حمزة لاعب الزمالك السابق تصريحات قوية ضد البلجيكي يانيك فيريرا. يعني مش عارف. مشاكل كتير جدا وكل النجوم يعني بيقولوا فيريرا مدرب لا يصلح. وقال جمال حمزة في تصريحات إذاعية إن الفريق الأبيض يعاني من انهيار بدني واضح في الشوط الثاني من كل مباراة، وهو أحد الأسباب الأساسية لتراجع المستوى العام للفريق. وأضاف: أنا ضد استمرار فيريرا في القيادة الفنية للزمالك لأنه لا يواكب طموحات الجماهير ولا يليق بتاريخ النادي. واستطرد الفريق يحتاج إلى مدرب قوي الشخصية يمتلك خبرة كبيرة وقادر على التعامل مع الضغوط. وجهة نظري واضحة: فيريرا لا يصلح لقيادة الزمالك الفترة الأخيرة، والنتائج الأخيرة خير دليل، فهو المسؤول الأول والأخير عما يحدث داخل الملعب. وشدد جمال حمزة أنه يعلم بوجود أمور كارثية على حد تعبيره داخل النادي، لكنه يفضل الصمت حفاظا على اسم الزمالك. وأتم: الفريق يحتاج إلى دعم وهدوء في هذه المرحلة، ولكن في الوقت نفسه على مجلس الإدارة أن يتحرك بسرعة للتعاقد مع مدرب يليق باسم وقيمة نادي الزمالك. كابتن جمال حمزة: المسؤولين عن الكرة في الزمالك ومجلس الإدارة مش قادرين يدفعوا راتب المدرب، يعني مدرب العجلات اللي عندنا، المدرب اللي بياخد 23,000 دولار ولا رقم يعني بسيط جدا، مش عارفين يديله يعني المرتب بتاعه بتاع 3 شهور فاتوا. انت عايز مدرب محترم هيجي لك برقم خيالي. الاهلي يا جماعه بيدفع مرتبات ب 250 و300 الف دولار في الموسم، وانت الغلبان اللي بتدفع 23,000 مش عارف تدفعهم. فانت عايز تجيب مدرب على اي اساس مع الاداره الفاشله اللي موجوده دي؟ انا مش عارف. وجهه نظرك تحترم، ولكن مش هتنفع مع المجلس ده. المجلس ده يعني كان الله في عون جمهور الزمالك على اللي بيحصل الفترة الأخيرة مع شوية الأوباش اللي موجودين في نادي الزمالك. الزمالك يعلق على أزمة مشاركة شيكوبانزا مع الزمالك الموسم الحالي في ظل شكوى ناديه السابق. علق مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على شكوى نادي استريلا البرتغالي ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقات اللاعب الانجولي لاعب نادي الزمالك شيكوبانزا، حيث أكدت أن تلك الشكوى ليس لها علاقة بمسألة مشاركة اللاعب مع الفريق خلال المباريات القادمة، وهي قضية مستقلة تماما. وتابع أن الأمور المالية بين الزمالك ونادي شيكوبانزا السابق ليس لها علاقة بالأمور الفنية والتدريبات والمباريات، وهناك فصل كامل في تلك القضايا. كان أندريا كاسترو مدير الإعلام بنادي استريلا البرتغالي قد أفصح عن شكوى ناديه رسميا ضد الزمالك في الاتحاد الدولي فيفا بسبب عدم الحصول على الأقساط المستحقة من نادي الزمالك الخاصة بصفقة شيكوبانزا. وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب الأنجولي خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة لتدعيم الجناح الأيسر. يا جماعة الزمالك رغم الرقم الزهيد اللي جايبين بيه شيكوبانزا مش قادرين ندفع الاقساط. انتوا متخيلين يا جماعه الازمه الماليه اللي بيقول لك الزمالك عايزين نحسن الصوره الذهنيه وعايزين نخلي نادي الزمالك في مكانه تانية؟ الزمالك بقى بيروح للفيفا مع مرتضى منصور، وهيروح اي نادي هنتعاقد معاه او اي نادي هنتعامل معاه هيروحوا للفيفا مهما كان مجلس الاداره، سواء مرتضى منصور، سواء حسين لبيب، سواء احمد سليمان، سواء ممدوح عباس. انت مشاكلك الازليه زي ما بيقولوا في الاداره بتاعتك، الاداره اللي من جوه اللي كله بيتمنى الفشل لكله، محدش عايز ينجح، كلهم بيحاولوا يوقعوا بعض. مشاكل غير طبيعيه داخل مجلس الاداره. فانا بتمنى من حسين لبيب لو في دم وفي عندك ذره من الشهامه والكرامه انك تستقيل انت والمجلس بالكامل. مفيش حد يرغب في وجودك الفتره الحاليه. مرتضى منصور كان بالنسبه لنا افضل مليون مره. مرتضى منصور كان عنده قرارات، بيعرف يتعامل، عنده بعض الاخطاء، ولكن ما وصلتش للمرحله اللي انت موصل فيها نادي الزمالك دي. الزمالك بيغرق في وجود حسين لبيب. حسين لبيب اللي طلع وقال لك المركب لو فيها خرم هقدر اسوق المركب او هقدر ادير المركب حتى لو فيها الخرم. يعني انت يا باشا المركب غرقت واللعيبه غرقت والدنيا كلها غرقت وانت مش موجود. مجلس الاداره الفاشل غير مسؤول تماما. يعني مجلس الاداره ما ينفعش نديله المسؤوليه عن نادي بحجم
نادي الزمالك العظيم الكبير اللي بيشجعه 50% من الشعب المصري وملايين، يعني ارقام خياليه في الدول العربيه. نادي الزمالك نادي كبير، الناس اللي موجوده مسؤوله في نادي الزمالك لا يستحقوا التواجد في نادي بحجم نادي الزمالك.